الأغلبية مؤلفين ملحنين موزعين بتعتبرهم زمايل مهنة وعلاقتنا كويسة ولا صحاب؟ لا انا مثلا تربطني صحوبيه جدا جدا، يعني حتى في كل مناسبه. دكتور عادل عمر ده طبعا طبعا. في الغربه، هو في الاردن دكتور جميل ده ارتبطت بيه روحيا كتير جدا. لان عادل هو اللي عامل لي هات لي قلبك ولشوشتي صعيدي وابويا على الحاج، هو اللي مركب الباقي الكلام. يا ملام الناس عليا. لا في حاجات كتير قوي مع وعامل بالماس خليك فاكرني لعمرو دياب. لا انا بكلمك على شغلي. فاهم. لا هو عامل حاجات جامده كتير يعني. لا داني والحاجات. لا ده عادل ده. اول ما اقول الله الله اول ما اقول الله الله. لا عنده حاجات حلوه كتير. صح عادل. وبعدين مصطفى كامل برضه مصطفى صديق. لا ارتباط روحي مع مصطفى كامل. فعلا الاغلبيه اصدقاء مش موضوع نجاحاتي. يعني احنا حتى عملنا تاريخ كده قبل ما يخش النقابه، هو كنا عملنا له في البيت عنده نؤرخ لتاريخ مصطفى يعني. انا وبهاء سلطان وحماده هلال ومجموعه مطربين كل اللي اشتركوا ونجحوا لان انا نجاحاتي مع مصطفى البوم حاسب طبعا نتحاسب طبعا لا ضيع منك صالح ابو الدهب اوعدك حبيت عن الله عليه العوض اللي اديتهم عمري سلمت لهم امري كان يوجعني وجعهم يا ما دويت ما وجعهم كنت بحلف قلبي واقول له اوعى في يوم تخدعهم اتاريهم غدارين 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 اتاريهم كدابين كدابين كدابين. الله عليه الاغاني اللي بعتز بيها لعصام اسماعيل. وهو وايه تاني مصطفى كمان لال يا حبيبي لسه جايه عصام اسماعيل. لا مصطفى ليه تاريخ معايا جميل قوي. طبعا مع كل الجيل ده الحقيقه عمل نجاحات كبيره جدا جدا جدا. ماشي. طب في كتير على فكره، في شعراء كتير، في محمد القصاص ورحمه الله عليه، وفي عبد الرحمن ابو سنه اوكي عملت مع ايمن بهجت قمر برضو ماشي اوكي. لا في كتير مش عايز انسى بقى.